اهلا بيكم، صباح الخير او مساء الخير على حسب الوقت اللي انتوا بتشوفوا فيه فيديو النهارده. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. وحشتوني جدا من اخر فيديو، وان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض فيديو جديد. هتكون رساله من حد بيحبك مثلا سرا، مش بيعترف بمشاعره. هنكون بنشوف مين هو الشخص ده، شكل العلاقه، ايه مثلا الرسائل اللي ممكن يكون عايز يقولها لك، وكل التفاصيل دي. هيكون معانا مجموعتين ممكن تختاروا على حسب الارقام، رقم 1 او رقم 2، او الوان الكريستالات. المجموعه الاولى الكريستاله الحمراء، والمجموعه الثانيه الكريستاله الشفافه. اما لو معرفتوش تختاروا او ما حبيتوش الاختيارات، ممكن تختاروا بحروف اسمكم. ودلوقتي هنبدا، ولو انت جديد في القناه ما تنساش تشترك. اهلا بيكم. المجموعه الاولى اللي اخترتوا الكريستاله الحمراء، او اللي اخترتوا على حسب الحروف، حروف اسمكم انتوا، لان احنا لسه ما نعرفش مين الشخص ده. نبدا نشوف الطاقه بتاعتك في العلاقه، طاقه الطرف الاخر، طاقة أو شكل العلاقة بينك وبينه. تشوف مين الشخص ده، وكمان سبب التفكير أو الرسالة. نعرف برضو عن علاقتكم. الأبراج أو الطاقات اللي موجودة معانا هنا، موجود معانا الطاقات الهوائية أو المائية، وكمان طالع معانا الطاقات النارية. نسبة كبيرة اللي داخلين القراءة ممكن يكونوا أصلا حاطين نيتهم على حد معين، أو أنت الناس اللي دخلت حياتك مثلا كعلاقات عاطفية أو كده مش هتكون ناس كتير. فمعروف يعني بنسبة كبيرة مين هو الشخص ده. ممكن هيكون في بعض التوتر في العلاقة بينك وبينه، يعني عن موضوع ان هل انت تعرفه ولا لا. طبعا انت تعرفه، بلس ان هيكون العلاقة مش بتقف، بيحصل تباعد رجوع تباعد رجوع او توتر، بس انتوا مش بتسيبوا بعض. فده حد هيكون بنسبة كبيرة في حياتك، او انه اوف عليك، بتفضلوا تقربوا وتبعدوا، او بيبقى شوية مثلا الدنيا تمام وشوية بيبقى فيه زي صمت او حاجة زي كده، على الرغم من ان في مشاعر قوية جدا جدا ما بينك وما بينه. اوكي، والعلاقة دي هيكون فيها غيرة شديدة جدا من طرف الراجل في العلاقة. اللي باين كمان معانا ان دي علاقة هيكون في عتاب لازم يحصل، ان انتوا الاتنين هتكونوا بتحبوا بعض جدا جدا، لكن كأن في كلام جواكم محتاجين ان انتوا تقولوه لبعض. كأن عتاب كده طويل محتاجين تقولوا كل اللي جواكم، لان انتوا ممكن بتتعاملوا بالصمت العقابي، ان حد مثلا ضايق التاني فنسكت مثلا، نعمل اللي هو الصمت العقابي، فانتوا مش بتقولوا اللي جواكم. تمام. طالع معانا كمان ان في تواصل روحي عالي جدا بين الشخص ده، كأنكم بتحسوا ببعض، بتشعروا ببعض اغلب الوقت. طالع ان العلاقة دي هيكون فيها تجاهل في الفترة الحالية عن عمد. انت هتكون بتتجاهله او هو، او حاسة ان انتوا الاتنين هيكون في عند، والتجاهل ده عن عمد. ان حد مثلا زعل التاني فالتاني بيعاقبه بالتجاهل، او بيستفزه، او في حالة من التقل بقى والعناد والحاجات اللي زي كده. بيقولك كمان في رسالته ان هو حد عنده قلق كتير جدا ومخاوف، بيخاف منك وبيخاف عليك وبيخاف من العلاقة ومن تطوراتها ومن فكرة الحب ممكن. فالموضوع ده بيقلقه شوية، هو شخصية قلوقة ومترددة. الشخص ده كمان حد متكلم جدا، متكلم بارع، ممكن يكون شغله بيتطلب الكلام والتعامل مع الناس. حد دبلوماسي مقنع جدا. شخصية كمان فنانة، بيحب الأعمال اليدوية، الرسم، الفن، الموسيقى، كل حاجة ليها علاقة بالفن عموما. حتى في لبسه ممكن لبسه حلو جدا.
هو كمان شخصية طموحة، عملي جدا، وبيسعى دايما لان هو يكون ناجح في كل شيء. اللي باين هنا ان انت ممكن تكون اتعرفت على الشخص ده على السوشيال ميديا، او اغلب تواصلكم عليها نتيجة تباعد للمسافات، او الشخص ده كان من العلاقات العامة اللي حواليك في الشغل. ممكن حتى ما قعدتوش مع بعض فترة طويلة، او كان بيحصل اون واوف كتير. ده اللي باين معانا. لكن اللي باين ان دي علاقة فيها حب حقيقي جدا برغم كل العناد، وكانت احلى قصة حب في حياتك وفي حياته. لكن العلاقة دي هيكون فيها حالة من القلق، كأنكم مش فاتحين قلبكم كفاية لبعض، ولا انت ولا هو، بسبب المخاوف والقلق، سواء بسبب تجارب سلبية من الماضي او بسبب ماضي مش احسن حاجة ما بينك وما بينه. طالع معانا ان دي علاقة انت والشخص ده ممكن تكونوا متزوجين بس في خلافات، او في خلافات اسرية بعد حد فيكم. يعني يا اما حد فيكم عنده مشاكل من الماضي بتخص الاهل، كان في مشاكل بين الاب والام مثلا عنده، او مشاكل في طفولته، يا اما يكون حد من الاهل رافض العلاقة دي او المجتمع، يا اما يكون حد فيكم دلوقتي عنده مشكلة عائلية ومشغول فيها، فبالتالي انت وهو مش اكتف قوي. طالع معانا كمان في مين الشخص ده. انت اولا الطاقة بتاعتك في العلاقة، انت عايز ان انت والشخص ده تستقروا مع بعض، ان تكون العلاقة كويسة، ان يبقى في مثلا زواج او تطور في العلاقة، وكانت العلاقة دي فيها شغف، وكان عندك أحلام كتير. لكن فجأة حصلت هزة قوية في العلاقة، فوقتك عن أخطاء كتير، عن حاجات مثلا كنت بتطنشها. المهم ان حصلت هزة قوية فوقتك انت وهو. اما في طاقة الطرف الاخر في العلاقة، هو دايما بيحن ليك وبيشوفك ان انت حد مقرب جدا منه، وان هو بيشعر بالمسؤولية تجاهك، بيحبك جدا، ودايما بيفتكر ذكرياتكم مع بعض. وبالرغم من العناد والتقل والحاجات دي، الا ان شغفه بيتجدد عليك تاني، لانه دايما بيفتكر الذكريات والماضي اللي ما بينك وما بينه، لان دي كانت علاقة جميلة جدا. ممكن حتى كنتوا اصدقاء مقربين، او ما كانتش علاقة رومانسية بس، لا ده انتوا تحسوا ان كان في صداقة كمان قوية. لكن اللي باين بقى في طاقة العلاقة بالرغم من الحب والشغف وكل ده، ان في حالة، بصوا، من الصمت، العناد، بتحاكموا بعض، كأن انتوا الاتنين محدش عايز يبين حب ولا ضعف ولا شغف ولا اي حاجة، بتقابلوا بعض وحش، بتتعاملوا على القد جدا، فشكلكم زعلانين هنا. مين الشخص ده؟ ده حد انت وهو بتحبوا بعض، وحب حقيقي وعلاقة قوية جدا، وسبب تفكيره فيك ان هيكون هنا عنده خوف، مخاوف كتير، وان في صد انتوا حاطينه، ممكن بلوك كمان او تباعد، حد فيكم خايف، في حاجز محطوط في العلاقة دي، فيكون بيفكر فيك كتير جدا ومحتار كده. طيب بيقولك ايه في رسايله؟ بيقولك ان هو بيتمنى ان هو كان عاملك بشكل احسن من كده، وان هو نفسه او بيتمنى ان هو يشاركك الاخبار السعيدة اللي بتحصل في حياته، ممكن حاجة كويسة عنده حصلت وهو كان متعود ان هو يحكي لك كل حاجة. وبيقولك انا بدأت افهم علاقتنا، ممكن الموضوع كان صعب شوية، وبيقولك انا عايز اكون الشخص اللي يديلك كل حاجة، يقدم لك كل حاجة، لان هو ممكن ما عاملكش احسن بطريقة يعني كويسة قوي. وبيقولك انا حاسس كأننا منفصلين طول حياتنا، مع ان حتى ممكن الانفصال مش طويل. وبيقولك ان هو بيشعر بالالتزام تجاهك، ان هو ملتزم بالعلاقة، بس كأن في مخاوف او حاجة زي كده. كده نكون خلصنا قراءتكم. اتمنى تكونوا عرفتوا مين هو الشخص ده، وبنسبة كبيرة اصلا انتوا حاطين نيتكم على حد محدد يعني. تمام، كده نكون خلصنا قراءتكم. ميرسي جدا ليكم، ونشوفكم قريب في فيديو جديد. لو القراءة ما طبقتش، شوفوا المجموعة التانية. اهلا بيكم المجموعة التانية، اللي اخترتوا الكريستالة الشفافة، او اللي اخترتوا بحروف اسمكم، لان احنا لسه ما نعرفش مين هو الشخص ده. نبدأ أول حاجة نشوف الطاقة بتاعتك في العلاقة، كمان طاقة الطرف الآخر، طاقة العلاقة نفسها أو أخبارها، نعرف عن مين هو الشخص ده وسبب التفكير. الأبراج اللي موجودة: برج العذراء، والطاقات المائية والهوائية والترابية. ده حد كأنه مختفي كده ومنعزل، ممكن شخصية غريبة شوية. بصوا، حد منعزل، شكله بينعزل كتير، طالع في كارت كده انعزال طول الوقت. ممكن العلاقة ما تكونش اكتف قوي، حد فيكم خد طريق جديد، حد فيكم بعد. تمام،
نعرف عن شخصيته. اوكي، ده انت فعلا بتتعامل مع شخصية صامتة، بس الصمت ده مصطنع. هو مش بيقولك هو عايز يعمل ايه ولا بيفكر في ايه، هو كأنه ساكت كده ومحيرك وانت مش فاهم في ايه بالظبط. وانت كنت بتتعامل مع شخص يعني صعب شوية. كتير منكم العلاقة كانت صداقة، او يعني في صداقة قوية بينك وبين الشخص ده. ده نفسه في فرصة الشخص ده، تغيرت حياته. طيب خليني بقى احكي لكم عنه شوية. مبدئيا انت والشخص ده كنتوا اصدقاء جدا، يعني في ناس منكم للي ما كنتوش في علاقات خالص وما فيش اي كراش او حاجة، فبنسبة كبيرة ده يكون صديق. اما هنا طالع معانا حالة ان ده حد شريك عاطفي، وكنت انت وهو اصدقاء صداقة قوية جدا جدا، وفي حتى ممكن لو في انفصال او توتر فانتوا محتفظين ببعض جدا كاصدقاء. المهم ان كانت العلاقة فيها حماية وامان وحاجات كويسة كتير جدا ومساعدة، دايما حد فيكم بيساعد التاني. فكانت العلاقة كويسة جدا وفيها تعاون قوي وحاجات كتير كده. وطالع معانا كمان ان انت هتكون بتتعامل مع حد منعزل، بينطوي كتير جدا، كل شوية بيبقى الطاقة بتاعته قليلة، بيبقى محتاج ياخد بريك، بتحس ان هو حد بيختفي وبيجي تاني. فهو انت مش فاهمه الشخص ده، بينعزل كتير جدا جدا. هو الفترة دي هيكون منعزل بقى، علشان كده المسج بتقول لنا ان في قابليه ان يبقى في ان الانفصال ده مؤقت، ان يبقى في رجوع وصلح. هو حاسس بالذنب لان هو ارهقك، او ممكن يكون جرحك بكلام او برفض، او بان هو بينعزل كتير وبيقعد لوحده كده فترات طويله وانت مش فاهم في ايه. الشخص ده حسسك بالرفض، لكن مش رفضك انت كشخص. الشخص ده كان في الماضي رافض الحب والصداقه بصفه عامه، لكن بدأ حاليا ان هو يكون متاح عاطفيا اكتر، لان هو بيشوف ان انت غيرت حاجات كتير، نورت حياته. وحاول ان هو ينساك بعد ما حصل انفصال او توتر، لان هو كان عنده مخاوف، لكن هو ما قدرش ان هو ينساك. علشان كده سبب تفكيره فيك ان هو ما قدرش ان هو ينساك حتى وهو قاعد لوحده، وبدأ ان هو يكون متاح عاطفيا. ده مبدئيا كده شخصية اجتماعية، لكن ممكن بسبب ان الشغل بيتطلب منه علاقات اجتماعية كتير، بيكون صداقات بسرعة. لكن برضو يعني عارفين انتوا الناس اللي تكون صداقات كتير وكده بس اغلبها حاجات سطحية شوية، او ما تعرفش حد عنها حاجة، يعني حد غامض كده برضو شوية وليه مساحته وليه العالم بتاعه، بينعزل وشوية اجتماعي وشوية بيقعد لوحده تماما. هو كده. كمان هيكون شخصية متفتحة، بيفهم كل الناس، خلقه واسع، بيتقبل اختلافات الرأي، لكن هو برضه بينعزل. يعني عنده أهم حاجة برضه ان هو كل فترة كده ياخد بريك مع نفسه. وهو شخصية غيورة جدا وبيبقى متملك أحيانا، وممكن كان بيبقى دايما عنده غيرة عليك، بيعتبرك من ممتلكاته، ان انت ما تنفعش تمشي خالص. العلاقة دي بنسبة كبيرة انت كان عندك فيها تعلق زايد، وكنت حاسس انك بتلف في دوائر مقفولة، لكن انت قررت ان انت تحرر نفسك، وبنسبة كبيرة ده هيكون الصح، لان انت بقى محتاج ان انت تركز في حياتك اكتر الفترة دي. وانت كنت بتتعامل برضو مع شخص كأنه مسجون في الماضي بتاعه، عشان كده هو مش متاح عاطفيا. فالموضوع بيتطلب ان انتوا تحرروا نفسكم. طالع ان الشخص ده هنا كأنه كان توأم روحك، بيحاول ان هو يدعي، يعمل مديتيشن، تأمل، يجتذبك ليه، يعمل اي حاجة بحيث ان انتوا تكونوا مع بعض تاني. طلع معانا برضو تاني كارت يقول لنا ان انتوا الاتنين توأم روح، لكن انت وهو مختلفين جدا. لكن عشان كده الدنيا تمشي محتاجين تكونوا متفتحين شوية مع بعض، لان انتوا مختلفين قوي. او حد فيكم هيكون عنده مواصفات معينة لشريك حياته وما لقاهاش في الطرف الآخر، أو كان في الأول في توقعات مثالية جدا، بعد كده بدأتوا تكتشفوا العيوب بتاعة العلاقة أو عيوب بعض، فحصلت زي صدمة. المهم إن ده اللي حصل، علشان كده العلاقة بتتطلب إن يبقى في تفتح شوية أو مرونة شوية تحديدا من طرفكم. بنسبة كبيرة انتوا مش مع بعض، لكن ده انفصال مؤقت، كأن حد خد طريق جديد أو حد متباعد ومنعزل الفترة دي.
طالع معانا هنا ان انت الطاقة بتاعتك الفترة دي ان انت مركز على الشغل بتاعك، على استقرارك المادي، على حياتك. انت شخصية مدبرة جدا لامورك، لكن انت هتكون متضايق من الشخص ده وحسيت ان هو ارهقك وان هو كان اون واوف معاك كتير، لكن انت عرفت ازاي تتعامل معاه. كأن انت كمان بتتقل، بتختفي، ما مش بتركز معاه خالص، لان انت هتكون تعبت كتير جدا في العلاقة دي. بس انت كأنك بقى بتلعبه. طلع في طاقة الطرف الآخر ان هو بيفكر كتير وان هو ندمان على قرار خده بعقله وما حسبش قلبه في الموضوع، لان هو ما قدرش ان هو ينساك زي ما كان فاكر، علشان كده عنده ندم شديد جدا كأنه عايز يرجع تاني. طالع معانا هنا في طاقة العلاقة ان كأن في لوم وعتاب، حد زعلان وندمان وعمل حاجة وحشة في الطرف الآخر، علشان كده هيكون في عتاب. العلاقة دي حصلت فيها حاجة قوية جدا، زعلانين جدا، لكن في تعلق شديد من طرفكم انتوا الاتنين. لكن انت بتحاول ان انت عادي تموف اون وتعيش حياتك، لكن هو في حالة من الندم الشديدة. مين هو الشخص ده؟ ده حد بنسبة كبيرة انت حسيت منه برفض، حد هيكون رفضك، وسبب تفكيره فيك هو ما قدرش ينساك برغم انعزاله واختفائه، وهو كمان عايز يعرف عنك اكتر، وانت شاغل باله جدا لان انت خليته يبقى متاح عاطفيا. بيقولك ايه بقى في رسايله؟ بيقولك انا يعني حاسس ان انت رميتني وراك، لان فعلا زي ما قلت لكم، بصوا في الطاقه بتاعتكم انت كأنك خلاص عرفت تتعامل الشخص ده ازاي، اللي هو انا كمان هلعبك، انا كمان هختفي، انا كمان هعمل مش عارفه ايه. فهو كأنه اتصدم ان انت رميته وراك، او ان انت عشت حياتك، ان انت اختفيت، ان انت بتعامله بنفس طريقتك، ان انت حررت نفسك. فبيقولك ان هو بيريدك وبيتمنى ان هو يحس بالمشاعر دي مرة تانية. هو فعلا شكله ارهقك وخد منك طاقة كتير، وكمان يعني بجرأته جدا، يعني عايزك ان انت اللي تكلمه. هو كأن الشخص ده ممكن كان ضامن وجودك شوية على فكرة، او كنت انت دايما بتبادر بالصلح بصفاء نية او كده، لكن هو كان فاكر مثلا زي كل مرة انت هتتكلمه والدنيا هتبقى كويسة والكلام ده، لكن لقاك ان انت رميته خلاص ورا ظهرك، ودي حاجة هو استغربها. وبيقولك كمان ان انت نورت حياته، عشان كده هو بقى متاح عاطفيا. وبيقولك قولي انت محتاج ايه، انت عايز ايه، او احتياجاتك، لان هو بنسبة كبيرة مش فاهم يرضيك ازاي، او ايه اللي انت محتاجه بالظبط. كده نكون خلصنا قراءتكم. ميرسي جدا ليكم، ونشوفكم قريب في فيديو جديد. لو حبيتوا القراءة ما تنسوش تحطوا لايك، ولو ما انطبقتش شوفوا المجموعة الاولى.